ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنكمل مع بعضينا كورس المكرمية اللي احنا كنا بدأناه. هنعمل النهارده خدادية مكرمية. الكورس بتاعي فكرته ان انا مش هتعلم عقد المكرمية بس او الجرز المكرمية بس، لا، انا عاوزة اتعلم الغرزة وانا بنفذ حاجة قدامي، على اساس ان انا احس فعلا بالغرزة وايدي تاخد عليها، وكمان احس بالمجهود اللي انا عملته دوت مضاعش. لا، طلع عليا نتيجة في الاخر. فالنهاردة هننفذ مع بعضينا خدة مكرمية. ان شاء الله هتعجبكم. واحدة واحدة مع بعضينا هنشرحها. اول حاجة انا ثبت الخيط على العصاية الخشب، خدناها في الفيديو اللي فات. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، اللي ما شافوش يشوفوا. عملنا علقة برضو حكاية من اول مرة، تعلمنا غرزة نفذنا بيها علقة تحفة، عجبت الناس جدا. اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. عشان طبعا وقت الفيديو ما يطولش قوي، انا ثبت الخيط على الخشبة وبقى جاهز زي ما انتم شايفين كده. طول الخيط كان عبارة عن متر. تمام. الفرع الواحد كان عبارة عن متر. عندي الخدادية اللي انا هعمل عليها مقاسها 40 في 40. دلوقتي انا بعد كام فتلة انا ربطتها. المفروض انهم مجوز 25 فتلة، يعني 50 فتلة مفرد. تمام. اهم حاجة هعمل اعملها ايه في هنا بقى؟ البداية هعمل ان انا عقدة اقسم الدبل. هعمل الخيط عقدة بتاعي. الدبل ازاي يعني يا ايه جماعة؟ اقسم الخيط اول بتاعي؟ حاجة هجيب الخيطة اول ديت حاجه، طالما انت لسه بتتعلمي، واحطها لازم يبقى كده. عندك باترون او دي شكل هتبقى ثابت انت كده. هتنفذيه. يلا بينا ما نشتغل تقوليش مع مثلا بعضينا اتعلمت ونشوف الغرزه وان هنعمل انا هطبق العقدة دي شكل زي ازاي. ما يطلع معايا. لا، انا بجيب الخيط حطي التاني. لنفسك اساس. انا تمام. حتى لو انت وامسك دي هتدخلي في البدايه مثلا على على بنترست ايدي كده تجيبي لك صوره واطلعها هتنفذي كده زيها. عليها. تمام المهم زي ما انتم يبقى شايفين عندك كده. باترون هي تشتغلي رقم عليها او 4 فكره اساسيه دايما تشتغلي عليها. بيتحقق. طيب، بصوا ممكن تنفذي الفكره اللي احنا الأربعة عاملينها بالظبط، حلو هيطلع كده. معاكي نتيجه. وبجيب دي طيب، من انا تحت الخيط بتاعي 50 وهشدها فتلة. هقسمهم لتلاتة. عايزة اعمل في زي الاخر ما انتم طلعت شايفين معايا كده. 3 اشكال بالظبط. مرة كمان فانا هقسمهم لتلات دي مجموعات. تمام. الأربعة اهي هبدأ اعمل متحققة. ايه؟ اول حاجة انا جبت خيط فتلة من اللي على الشمال، وجبتها مشيتها بطول العصاية زي ما انتم اوكي. شايفين كده. انا بعد كده هشتغل اجيب عليها الحبل كل التاني. الجرز. انا بشتغل غرزة ايه؟ بشتغل دلوقتي غرزة الدبل. اللي مش واضح معاه الغرزة بعملها ازاي دلوقتي هعيدها كتير وهتبقى واضحة جدا انا بعيدها ازاي. المهم ان في فتلة اساسية اللي انا جايباها على الخيط كله دوت، جايباها من الشمال لجات اليمين. شفتوا بشدها قدامكم اهي. وبجيب الحبال اللي تحتيها واحدة واحدة. الحبل الواحد بعمل منه لفتين 2، بطلعه فوق الخيط، وبعد كده بنزله ادخله في قلب الدايرة اللي عملها، او حرف الفور او رقم الفور، سوري، اللي انا عملته. فمرتين 2 بيطلع لي الغرزة. بعد كده بسيب الحبل وبمسك الحبل اللي بعده. بصوا يا جماعة، انا جايباه من تحت اهو، طلع فوق، دخلته في قلب الدايرة اللي عملها، شديته كده. ما عملتش غرزة دي، كده نص غرزة. هعمل تاني، طلعه فوق، انزله تحت في الدايرة، وبعد كده اطلعه تاني واجيب الحبل اللي بعده، وهكذا لغاية ما اخلص الحبل. ما تقلقوش ان الفيديو هيتكرر الغرزة كتير جدا، هتشوفوها. تابعوني بس لغاية اخر الفيديو وانتوا هتشوفوا الغرزة، مش هتطلعوا من الفيديو الا متعلمين الغرزة تماما. واتمنى اللي وصل لغاية هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والتعليق. ويا ريت اللي ينفذ يبعت لي الصور اللي نفذه وهنزلها ان شاء الله على القناة. بصوا يا جماعة، بمشي الحبال واحدة واحدة. كل حبل من تحت الحبل الفوق دوت، اهم حاجة ان الحبل اللي فوق ده ما يتحركش كتير. انا بحرك الحبل اللي تحت بس علشان الغرزة ما تطلعش وتنزل مني. فوق، ينزل تحت الحبل اللي انا بشتغل عليه واشد.
هقسم الخيط بتاعي علشان اكون الشكل اللي انا عاوزاه. هقسم الخيط بتاعي، انا عندي المفروض 50 فتلة، خدنا منها واحدة يعني 49. انا هقسمهم على 3. تمام. هعمل ايه بقى؟ هجيب الخيط، المفروض انهم خدوا مني بالظبط 16 واحدة، كل واحدة التلات اشكال خدوا مني 16 حبل. 16 حبل باخد الاتنين اللي في النص واعمل شكل 8. لازم اثبت الخيط كده على شكل 8، اعرف رايح باي شكل، يعني اثبته بالظبط على اساس ان انا اشتغل الحبال اللي تحته عليه ويبقى الرسمة تطلع لي صح. فتحت كده كل فتلة من اللي انا عملتها في ال8 ديت 7 حبال. تمام. هعملها بنفس الطريقة. تعالوا بقى شوفوا الغرزة تاني اهو، الخط اللي تحت طلع فوق، وبعد كده جبته دخلته في قلب الدايرة بتاعته وشديته كده نص غرزة. شفتوا الخيط اللي فوق ثابت، انا بحرك اللي انا بعمل بيه الغرز بس، نزله من تحت واشد الطرف بتاعه اهو، واشدها جنب نص الغرزة التاني. كده الخيط الاول خلص. هدخل على الخيط او الحبل اللي بعده بنفس الطريقة اهو، كده بقت اوضح. اعيدها مرة كمان. شفتوا يا جماعة الحبل اللي فوق اللي انا بشتغل عليه ثابت في الاتجاه بتاعه علشان ما يطلعش مني يمين وشمال والشكل يبوظ مني. خلصنا الحبل التاني، ادخل الحبل التالت وهكذا لغاية ما اخلص ال7 حبال في الاتجاه دوت. هنا خلصت الناحية الشمال، هبدأ اشتغل على الناحية اليمين. برضو شفتوا الحبل اللي انا طلعته كده كده من النص، حطه عشان يديني شكل 8، وهبدأ اشتغل عليه برضو الغرز بنفس الطريقة اللي انا عملتها في الناحية الشمال. كده انا رسمت الرقم 8 خلاص. هبدأ اعمل حركة بقى في النص كده، غرزة احنا استخدمناها او شرحناها الفيديو اللي فات. بصوا يا جماعة، انا هسيب الحبلين اللي على الطرف لان ده المفروض اللي انا هشتغل بيهم. هدخل على الحبلين اللي جواهم واعمل حرف الفور والحبال كلها اللي تحت زي ما هي، وهبدأ اشد الحبلين اللي جوه زي ما عملت بالظبط كده. الغرزة ديت انا شرحتها بالتفصيل الفيديو اللي فات، عشان كده انا مش هركز عليها قوي هنا. الفرق الوحيد عن الفيديو ده والفيديو اللي فات ان احنا كنا في الفيديو اللي فات شغالين في النص على حبلين 2 بس، هنا بعدد الحبال اللي جوه كلها هاخدها في النص. هو ده الاختلاف الوحيد. تمام. فاللي عايز يتعلم الغرزة ديت بالظبط ويعرف ينفذها، واللي نفذنا بيها العلية المرة اللي فاتت، يرجع للفيديو اللي فات وتابعوا معايا وقولوا لي نفسكم انفذ لكم ايه في المكرمية وعايزين تتعلموا ايه في المكرمية. ان شاء الله في الكورس المجاني دوت هشرح لكم كله اللي انتوا عايزينه. خلصت كده، انا عملت الغرزة اللي جوه. بصوا يا جماعة، هبدأ بقى ايه؟ اعمل 7. انا عملت فوق 8، هعمل 7 بالحبلين اللي على الطرف اللي انا كنت سايباهم. دلوقتي برضو هقسم الخيط بتاعي لنصين، النص اليمين هيروح مع الحبل اليمين والنص الشمال هيروح مع الحبل الشمال. يعني انا هشتغل على الحبل اللي انا ماسكاه دلوقتي اللي هعمل عليه 7 فتلات تحته بس. ليه بقى بقولك نفذي من اول مرة؟ اولا الفكرة اللي انت عملتيها لو في اي حاجة غلطتي فيها او حبل سبتيه، هقول لكم ايه الاخطاء كمان اللي ممكن تقعوا فيها. انكم ممكن تنسوا حبل من الحبال ديت وانتوا شغالين، عشان كده يفضل انها تشتغلي فيها وهي متعلقة مش على الترابيزة كده.
سهل جدا يا جماعة. ممكن ارجع اعمل الحبل تاني، اوسع مسافة بين الغرز واعمل الحبل اللي انا سبته، او ممكن المكرمية كلها تتفك يا جماعة لو انتوا عاوزين، او عملتوا حاجة غلط في الموضوع. غلط يعني مش هنهدر الخيط، بالعكس انت ممكن تفك المكرمية كلها وترجعي تعمليها تاني. ودوت اللي انا عملته في المكرمية اللي انا عاملاها ديت. بعد ما كنت عاوزة اعمل شكل معين او حاجة معينة ما طلعتش معايا، فكيتها كلها، ما بتاخدش وقت في الفك، فانا ما هدرتش الخيط ولا خسرته. فليه ان انا اجيب خيط وتنيني اتعلم عليه الغرز لوحدها، وبعد كده ابدا افكر في الشكل؟ طيب لا، طب ما انا افكر في الشكل واشوف الغرز اللي هو عاوزها واطبق على طول. هتحسوا انكم فعلا اتعلمتوا، وكمان الجرزة اللي انتوا شغالين عليها هتثبت معاكم اكتر من كتر ما انتوا بتعيديهم. الفرق بينك وبين المحترفة ساعتها هتبقى حاجة واحدة بس، ان المحترفة ايديها بتبقى خفيفة. يعني طبعا انا مبطئة هنا قوي علشان انا بصور الجرزة بتتعمل ازاي، وعايزة اوريكم الجرزة بتتعمل ازاي، بس انا لو انا عاوزة اعمل الفكرة او الخدادية ديت مش هتاخد معايا الوقت الطويل ده كله، هتبقى اسرع من كده لان ايدي واخده على الجرس. فالفرق بينك وبين المحترفه زي ما انا بقولك كده هو السرعه بس. هنا خلصت بقى اول مربع. المفروض ان انا بقفل السبعة ديت من تحت بجرزتين، تمام، بين الحبلين بقى اللي انا كنت شغاله عليهم، هما دول اللي انا هقفلهم على بعض. بعد كده ببدأ اتنقل للنص، برضو اخد 16 حبل، اخلي 8 يمين و8 شمال، اخد الحبل اللي في النص هنا والحبل اللي في النص هنا، اعمل بيه 8 واشتغل بنفس الطريقة اللي انا عملتها في المربع الاولاني. وكذلك طرف الخيط اليمين 16 حبل الباقيين برضو هعملهم بنفس الطريقة. هنا بقى خلصت الثلاث مربعات اللي فوق. بعد ما عملت السبعة اللي فوق، بعد كده هبدأ اعمل 8 تاني من نفس الحبلين اللي انا كنت شغالة بيهم فوق يا جماعة، هما اللي نازلين معايا، تمام، بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. برضو هنا بعت لكم الغرزة بتتعمل ازاي من اتجاه تاني، كده اوضح بكتير. لازم اعيدها مرتين. اتمنى كده انكم لغايه دلوقتي تكونوا حفظتوا بقى الجرزة بتتعمل ازاي. خلصنا الحبل دوت، نشتغل على الحبل اللي بعده.
هنا خلصت الشكل بتاعي، عملت 3 مربعات وتحتيهم 3 تمانيات، مش هكملهم طبعا عشان مساحة الخدادية اللي عندي. بعد كده هجيب الحبل من على الشمال وهمشيه خط مستقيم، هعمل زي خط البداية اللي انا عملته في الاول خالص، زي البترون اللي عندي، وهبدأ اشتغل برضو عليه الحبال لغاية ما اخلصه. هخلص الحبل بتاعي كله واخلص الحبال اللي تحت، اشتغل على الحبل بتاعي لغاية ما اعمل نفس حبل البداية اللي انا عملته. وهنا بقى بعد ما الشكل خلص، هجيب المقص واشيل الخيط الزيادة دوت. طبعا برميش الخيط الزيادة دوت لاني بعمل بيه اشكال كتير، زي ما انا وريكم قبل كده الشجرة اللي احنا عملناها ببواقي الخيوط بدل ما كنا نرميها. هسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيديو بتاعها تحت. تعالوا بقى ازاي هنشيل بقى الشكل بتاعي من على الخشبة. انا بقص الغرزة، شفتوا الحبل يا جماعة اللي مربوط ده؟ هو ده اللي انا بقصه، ما بقصش اي حاجة تانية. هيفك معايا الشكل مظبوط من على الخشبة. بصوا بقى يا جماعة، كده انا بقصه. حتى لو انتوا شفتوا هتلاقوني ان انا كنت رابطه في الاخر الحبال، كان عندي الخيط خلص فربطت حبلين مع بعضهم، حتى بفكهم قدامكم اهوت في نفس المكان اللي فوق، فكيتهم والشكل كده جاهز. يا دوبك هبدأ بالمشط اسرح الاطراف بتاعتي. لو انا ما كنتش عايزه اقص الاطراف الاخرانيه دي كانت ممكن تبقى عليقه برضو شكلها حلو. تمام. ديت الخداديه بعد ما خلصت. انا طبعا بخيطها بالجناب، لو عندي خداديه عايزه اثبت عليها بخيطها بالابره والخيط عادي من الجناب، بس انا مش هعمل كده. انا حبيت ان انا اوريكم الشكل بس، لاني لسه هعمل لها هثبتها على الدك